الشهر ده أنا كمّلت سَنة في صناعة المحتوى، ودول 4 حاجات أتمنى كان حد يقولهم لي من أول يوم ما بدأت التصوير. أول حاجة هي الاستمرارية، الاستمرارية أهم بكتير جدًا من جودة المحتوى، أو زي ما بيقول الأجانب progress over perfection. مش مهم إن المحتوى كل مرّة يبقى ممتاز، الcontent أنت راضي عنه بنسبة 100%، فتنزّل فيديو كل يومين 3، ده بيأثّر بشكل كبير جدًا في الfollowers اللي بييجوا لك، وبيأثّر في الalgorithms بتاعة التيك توك إنه بيبتدي يظهّر الفيديوهات بتاعتك لناس تانية أقل بكتير لو ما بتستمرش كل يوم. بما إننا اتكلمنا عن اللوغاريتمات، فتاني حاجة هي أهمية فهم لوغاريتمات التيك توك. مهم جدًا تبقى عارف كويس أوي إمتى الفيديو بتاعك بينتشر، إمتى الفيديو بتاعك ما بينتشرش، إيه الكلمات اللي أنت لو دخلتها جوه الفيديوهات بتموت لك الفيديو تمامًا، إيه الكلمات اللي أنت لو قُلتها بتعلّي الريتش، فكرة الtrending أو الحاجات اللي موجودة إزاي تقدر تستخدمها في صناعة محتواك. الاستمرارية مهمة لكنها ولا حاجة لو أنت مش فاهم لوغاريتمات التيك توك. تالت حاجة هو توقيت نزول الفيديوهات. التوقيت مهم زي أهمية المحتوى بالضبط. لو أنت بتنزّل الفيديوهات بتاعتك في وقت الناس ما بتتفرجش عليه أو الfollowers بتوعك ما بيتفرجوش عليه، أنت موّتت الفيديو. ممكن تنزّل نفس الفيديو، حتى جرّبها لو أنت بتصنع محتوى، نزّل نفس الفيديو الساعة مثلًا 16:00، 5 وارجع نزّل نفس الفيديو الساعة 22:00، 11:00 بالليل، الفرق ما بينهم شهر أو شهرين مثلًا. هتلاقي إن الفيديو نفسه الviews بتاعته والshares بتاعته والengagement اللي بتيجي عليه مختلفة تمامًا. فأنت لازم تبقى عارف كويس أوي لمّا تخش على الصفحة بتاعتك تشوف المشاهدين بتوعك أو الfollowers بتوعك بيتفرجوا إمتى على الفيديوهات، دايمًا تنزّل الفيديو بتاعك في الوقت اللي الناس بتتفرج فيه على الفيديوهات بتاعتك. تالت حاجة هو جاهزية الsetup بتاعك والنِفس والنفسية مش موجودة طول الوقت. فأنت لازم تبقى عندك كده الsetup بتاعك جاهز بتاع التصوير، مش كل ما تيجي تصوّر محتاج تقوم بليلة كبيرة جدًا، لإن ده هيزهقك بعد فترة ومش هتكمّل. الحاجة التانية النفسية أو النِفس في التصوير، برضه الmood بتاع التصوير مش هييجي لك كل شوية. فلمّا يكون جاي لك الmood بتاع أنا داخل أصوّر، صوّر 4، 5، 6، 10 فيديوهات، بحيث يبقى أنت دايمًا عندك الاستمرارية كاملة والsetup بتاعك جاهز وفهمت الalgorithms، فده هيأثّر بشكل كبير جدًا على الviews والfollowers بتوعك. لو عجبك النوع ده من المحتوى وحابب تشوف جزء تاني، اكتب لي في الcomment وأنا أعمل سلسلة كاملة على أفضل مايكات، أحسن معدات التصوير، الحاجات اللي أنا باصوّر بيها وشكل الsetup وإزاي تخلّي الإضاءة بتاعتك ممتازة.